حرامي حرامي. سرق منك كده يا بيه. استنى اشوف سحب كام. هل الموقف ده ممكن يحصل مع كروت الواي فاي؟ وايه نظرية الدفع على الطاير دي؟ تعالى وانا اقولك. لو دخلت اي كافيه ودفعت بالفيزا لازم الكاشير يسألك فيها واي فاي يا فندم؟ وهي دي تقنية الكونتاكتلس بيمنت او زي ما انا مسميها الدفع عطاير. ده بيكون من خلال الكروت اللاتلاموسية او كريدت كارد واي فاي. دي خاصية اتعملت عشان تمنع التعاملات بالايد لعملية دفع اسرع 10 مرات من اي وسيلة تانية. علشان تستخدمها لازم تلاقي عليها العلامة دي. أيوة، هي علامة الواي فاي اللي كلنا عارفينها. ولازم جهاز البي او اس اللي هو الجهاز اللي بيتسحب منه الفلوس يعني يكون عليه نفس العلامة، وفي خلال ثواني بتكون دفعت ومشيت والدنيا فل من غير لا بين كود ولا دوشة. ناس كتير بتقول لو في جهاز بي او اس عدى من جنبك هيسحب من الكارت فلوس، وده أي كلام على فكرة، لأن المسافة المسموحة لخصم أي مبلغ ما ينفعش تكون أكتر من 4 سم بين الكارت والجهاز. لسه قلقان؟ طب في شوية حلول تطمنك، منها إن في محافظ ذكية بقطع إلكترونية بتمنع التعاملات اللي من النوع ده عشان تحافظ على الكروت. او بلاش دي، ممكن تدخل المطبخ وتلف الكارت فويل او سلوفان. بكلمك جد والله. ولو انت عايز تأمن نفسك ممكن تخلي الكارت اللي عليه الواي فاي كارت البريبيد، وهو نوع من الكروت اللي بتحول عليه الفلوس اللي محتاجها في العملية اللي عايز تنفذها. واسأل بنكك. وكده كده في ليميت للفلوس اللي بتتسحب في اليوم من خلال التقنية دي، بتتحدد على حسب كل بنك عشان يقلل عمليات النصب والسرقة. بس يا سيدي، ودي كانت الخلاصة مع ابو اليزيد.